ان شاء الله انا بجهز وهتجوز قريب قوي. مش عارفه ابدا منين. صباح الخير او مساء الخير على حسب انتوا بتتفرجوا عليا امتى. لو مرة تشوفوني انا نوران وبعمل كونتنت عن اللبس المستعمل، الاستدامة عامة، الرسم على الهدوم والفن وحاجات كده مختلفة، واي حاجة في دول انترستنج بالنسبة لكم ممكن تعملوا فولو، اعملوا جرس تنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بعملها، اعملوا شير الفيديو ده لو عجبكم، لو حاسين ان في حد هيبقى مهتم بالنوع ده من المحتوى عشان ده بيفرق معايا. اعملوا لي فولو على منصات مختلفة خلال اسبوع زي تيك توك وانستجرام. الحقيقه مش عارفه ادخل في الموضوع ازاي او ابدا ازاي. ان شاء الله انا بجهز وهتجوز قريب قوي ان شاء الله. مش عارفه ابدا منين. زي ما تقولوا كده دخلت في نقاشات كده مع اهلي ومع اصحابي، مع الناس عامه اللي جهزت، اللي متجوزه، اللي مش متجوزه، وهكذا في المجتمع بتاعنا، عن الجهاز وعن العروسه المفروض تشتري ايه. وانا كشخص بحاول عمري ما زعمت ان انا انسانه مستدامه وبيرفكت، بحاول ابقى مستدامه اكتر، بس ان انا في حرب كده معينه باخدها، حرب بجد لا يعلم عنها احد. مثال من الحاجات دي انه ناس كتير فاكره انه انا عروسه فخلاص هرمي دولابي كله وهشتري دولاب من الاول وجديد، وانا كنوران شايفه اللي هو انا دولابي يعني قعدت سنين طويله اجمع فيه، في حاجات بفلوس كتيره، في حاجات رخيصه بس غاليه عليا وهكذا، وقعدت كتير قوي عقبال ما جمعت حاجات تليق فعلا على الستايل بتاعي. لو هلبس على الموضه هلبس قطعه ولا 2 في السيزون، بس كل لبسي ده مش موضه، هو لبسي انا وشبهي، حاجه شبهي، فازاي اتخلى عنه واجيب حاجه من اول وجديد؟ هو حلو انا كعروسه افرح وبيبقى عندي حاجه جديده وكده، بس في نفس الوقت الموضوع ما يبقاش اللي هو هبل. يعني احس في ضغط كبير قوي على العرايس ان هم بما ان المجتمع يعني كله بيقلد بعض وكله بيشوف مين بيعمل ايه من غير بقى ما يبقى صح او غلط، والموضه وبيعملها وخلاص. بحس ان في ضغط كبير قوي على العرايس ان هم يشتروا كل الحاجات دي ويعملوا كل التقاليع الجديده. بجد في كميه تقاليع يا جماعه غير طبيعيه، وانا بجد مش جايه والله احكم على اي حد خالص. انا رايي بجد انا قلت بجد كتير قوي، انا رايي اللي حابب يعمل حاجه وفعلا من جواه نفسه فيها طبعا يعملها براحته ما دام ما بتاذيش حد يعني. بس انا هنا يمكن عشان ابقى ريليتابل او يعني شخص ممكن حد تاني يشوف فيه نفسه ويحس اللي هو مش مجنون. يعني انا مش لاقيه ناس كتير زيي عايزه حاجه بسيطه. مثلا التقاليع بتاعت الحنه لازم تبقى يوم كبير قوي، ويجيبوا ناس تعمل مش عارفه الباك جراوند اللي هي بتاعت الحنه دي ومش عارف ايه، العروسه وهي بتجهز لازم تتصور ولازم تلبس فستان معين كده وتكتب برايد وبقى فيه بلالين وفي هدايا للبرايد ميدز، وفي اصلا برايد ميدز. تفاصيل كل ما تعمقنا فيها تلاقوا الحاجات اللي هي طلعت فجأة، يعني طلعت كده فور فن، كل الناس بقوا حاطينها ان هي حاجه لازم تحصل وحاجه اساسيه، مع ان هي حاجه يعني بدعة او يعني حاجة اللي هو طلعت كده عشان بس الناس تدفع فلوس اكتر وخلاص. يعني خلينا نيجي الحاجة اللي خلت الموضوع ده يطلع في الفيديو، فستان اللي العروسة بتلبسه وهي بتجهز. ماما طبعا من ساعة هي ربنا يخليها ليا، يعني هي وبابا هما اللي جهزوني وبيجهزوني من زمان وبيجيبوا حاجات وكده. ساعة ما اتخطبت وهي بتبعت لي لينكات كتير قوي، اي حاجة تيجي في وشها بتبعتها لي وبتقعد تقول لي لازم تشتري هدوم جديده. والله يا ماما انا هشتري اللي ناقصني، بس حاسه ان لازم اشتري هدوم جديده، بس بالنسبه لي ولا فارق معايا خالص صراحه. ممكن مثلا كونتنت كريتورز يبقوا عايزين اللي هو يطلعوا صور الهانيمون وكل صوره يبقى فيها حاجه مختلفه وجديده. انا لو شخص عادي مش هبقى فارق معايا خالص، كده صور الهانيمون دي لنفسنا او لعيلتنا او كده. وفي نفس الوقت انا بقى ككونتنت كريتور برضو مش فارق معايا، لان انا اصلا المحتوى بتاعي بشجع الناس ان هي تلبس لبسها القديم وتلبسه كتير وكده، فممكن اجيب حاجه ولا 2 بس اللي هو مش هغير دولابي كله يعني. المهم قالت لي ان ايه رايك ما تجيبي فستان وانتي بتجهزي؟ فقلت لها ماما كده المصور انا هجهز في البيت، انا عامله كاتبه كتاب بسيط يعني، والمصور مش هيجي في البيت، فاللي هيصورني اهلي عادي. وبعدين انا عندي فستان كده لبسته في قرايه الفاتحه، هو عندي من زمان، فستان ابيض كده بكم حلو قوي، ماما هي اللي كانت جايبهولي كمان. فقلت لها ده يبقى لذيذ قوي، ممكن البسه وانا بجهز يبقى لطيف جدا يعني. قالت لي ليه؟ طب هو حاجه جديده؟ قلت لها طب ليه؟ هو بيتلبس مره واحده، ليه اجيب حاجه جديده البسها وانا بجهز؟ ليه بجد ليه؟ بتقول لي ايه؟ عايزين نجيب مفرش للسرير، مفرش العروسه اللي هو بيتفرش بس
ليله الفرح ده، او يعني لما حد يجي يزورك. المفرش ده يا جماعه بألوفات الجنيهات وبيبقى مطرز كده وشكله ماشي، فيه مفارش لذيذه، بس هو بجد مش عملي وملوش لازمه يعني. بالنسبه لي انا الصراحه ملوش لازمه، مش محتاجاه ولا فارق معايا. ماما مصممه تجيبه، فقلت لها طب ما ليه ما نوفر فلوس ونجيب بحاجات تانية احنا محتاجينها وانا عايزاها فعلا. يعني بنحاول اللي هو نوصل لحل في النص. الصراحه انا عنيده برضو، انا ما يعني عشان بس لو ماما شافت الفيديو ده ما تحسش اللي هو انا ببين للناس انا مظلومه، لا انا عنيده وبصمم على رايي وكده. حطيت question box وخليت الناس سالتهم، قلت لهم يا جماعه ايه الحاجه اللي انتوا شايفين مش ملهاش لازمه خالص في الناس اللي بتجهز او الناس اللي متجوزه او كده. تعالوا نقرا الكومنتس دي مع بعض، ممكن تشجع الناس اللي بتجهز او يعني تبقى انسبيريشن للناس عامه، حتى لو مش متجوزين ولا مخطوبين ولا اي حاجه، تشجعهم اللي هو ايه نلغي فكره انه لازم يكون في حاجه معينه، وبرده تفهمهم ان بجد في حاجات ولا ليها اي لازمه. يلا بينا. وفي كومنتس كتير قوي 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 قوي، فانا ايه يعني ده الايباد اهو، انا هقرا على قد ما اقدر. هتفهموا يعني من الكومنتس دي الناس برضو بتفكر ازاي. يعني منها بتقول مفرش سرير واي حاجه بكميات زياده، يعني فوط الكتير او الملايات الكتير، واللبس برضو ما يكونش كتير. عامه الاجابه دي قررت الناس تحت انه بيقولوا ان العرايس بتجهز بكميات رهيبه. احنا دلوقتي شخصين بس دلوقتي، فاحنا مش محتاجين كل الكميات دي. وكمان انا بصراحه متعقده جدا من الكركبه، لان اهلي ما شاء الله بيشتروا كتير، احنا عيله كبيره بس احنا طول عمرنا بنشتري كتير ومش يعني مش بيعملوا ديكلاترينج خالص. كل الحاجات القديمه عندنا وبيشتروا عليها زياده. حقيقي مفيش مكان مهما اشترينا ستورج، مهما اشترينا اماكن للتخزين برضو مش مكفيه. انا مش عايزه ابقى كده، انا نفسي يبقى عندي ماشي حاجات زيادة السنة اللي هو لو احتجتها، بس لا طب الحمد لله انا ممكن اشتري لو انا احتجت، ليه اجيب زيادة قوي؟ يعني انا اجري جدا جدا الحاجات الزيادة. فكرة انه لازم لبس جديد وخلاص، ليه منجيبش اللي ناقصنا بس؟ ليه بنمشي ورا بعض وخلاص؟ يعني بتفق 100% معاها انه ليه نمشي ورا بعض وخلاص، ليه الانسان ما يشوفش هو بجد رأيه ايه ويعمله؟ بس ما اكدبش عليكم انا كمان بتأثر شوية وبسأل، عشان انا ساعات بحس اللي هو انا برضو شخص عايش في مجتمع وعايزة انتمي للمجتمع ده، فبسأل اللي حواليا، يعني بسأل صحابي مثلا بتعملوا ايه في الموقف كذا، بتعملوا ايه في كذا، قبل الفرح بتعملوا ايه، عشان بس افهم برضو الدنيا عاملة ازاي. ما بمشيش قوي بدماغي، بس في نفس الوقت مش بمشي قوي ورا الرولز بتاعة المجتمع اللي فيه كتير قوي منها ملهاش اي لازمة و doesn't make sense في دماغي. يعني 20,000 طبق ومعلقة والصيني والحكايات عشان الضيوف، وفي الآخر بناكل في أي حاجة. 40 دستة فوط و50 دستة ملايات والنيش. اوكي اجري كميات الرهيبة. نيجي بقى على النيش، كمية ناس كاتبين النيش غير طبيعية. النيش ده كان مهم جدا 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 في العصر بتاع أهلنا، هو عندنا عند بيت أهلي يعني. باي ذا واي هم أهلي عاملين يعني مكان واسع وكبير خاص بالضيوف. انا كشخص برضو خلاص كبر، يعني عندي 33 سنة، عارفة ايه اللايف ستايل بتاعتي انا وخطيبي. انا مش فاهمة ليه الناس تبقى مثلا جايبة شقة، ومعظم اصلا الشباب شقق مش كبيرة يعني، ويكونوا زانقين نفسهم جوه، عاملين ليفينج جوه وحاجات كده، وبره تبقى مكان بجد ما بيتعيش فيه غير لما الضيوف يجوا. ليه بنعمل كده؟ فالنيش ده نفس الفكرة بالظبط. النيش ده بالنسبة لي بحسه اللي هو اوكي، حتى لو انا بيتي ضيق جدا انا هجيب فرنتشر بيس، هجيب قطعة اساس زيادة ضخمة كبيرة واحط فيها حاجات عشان الناس تشوف ان انا عندي كاسات وعندي كوبايات وعندي وعندي وعندي، هو زي ديسبلاي للضيوف. انا مش ضد الفكرة، بالعكس انا بحب اصلا النوع ده من الاساس وبحس ان هو ممكن يبقى شكله حلو ومنطقي في بيوت معينة. وبحب برضو الشكل المودرن بتاع النيش، او مش هقدر اسميه نيش، بس عارفين المطابخ اللي هي بتبقى مثلا الارفف بتاعتها طويلة كده وازاز، او الارفف بتاعتها مفتوحة ومبينة الحاجات دي. انا حاسة ان دي شكلها بيبقى حلو قوي وكوزي وشيك في نفس الوقت. بس مثلا اني لازم يبقى عندي بوفيه وسفرة ونيش، دي انا مش فاهماها الصراحه. يعني كميه الملايات والفوط الغريبه، 4 أو 5 ملايات جودتهم كويسه كفايه جدا لبدايه الحياه. يا جماعه الملايات غاليه جدا بجد، الملايات بجد غاليه. اقل ملايه ب2,500 مثلا، وتبقى مثلا انا فهمت حاجه اسمها ثريد كاونت، او يعني عدد الخيوط، ان كل ما عدد الخيوط بيزيد في الملايات
كل ما الملاية بتبقى ناعمة. فمثلا 2500 جنيه ده او 3000 جنيه ده عدد خيوط قليلة، ممكن بقى تطلعوا لحد 8000 جنيه مثلا. الملاية غالية، فانتوا هتشتروا ملايات كتيرة وتزنقوا نفسكوا وتيجوا على مصاريف حاجات تانية، وانتوا اصلا هيبقى سرير واحد هتغيروا مثلا الملاية مرتين في الاسبوع ماكسيمم مثلا عقبال ما تغسلوها، يعني 4-5 ملايات بالكتير هتبقى زي الفل يعني في الاول. يعني اي حاجة احنا الاتنين مش هنستخدمها يبقى ملهاش لازمة بالنسبة لنا، مش لازم نجيبها. صح. اطقم الصحون، الكوبايات الكتيرة، النيش، بكتب مفرش السرير. ماما وحماتي الاتنين زعلوا قوي اني ما جبتش، ولكن حقيقي شايفاه ملوش اي لازمة. طبعا مفرش السرير والنيش كل ما هو هنجيبه عشان الضيوف، يعني بتفق 100%. النيش، اطقم اطباق كتير، سفرة كبيرة، مفرش سرير، صالون. هو حتة الضيوف انا اصلا بحب جدا الهوستنج، يعني انا بحب اعزم صحابي وبحب اقدم لهم في احسن حاجة وكده، بس ليه احسن حاجة دي ما تكونش الحاجة اللي احنا بنستخدمها انا وجوزي مثلا كل يوم ونقدم فيها برضو، فتبقى حاجات حلوة يعني، بس مش حاجات اللي هو خايفين عليها بزيادة لا تتكسر. او مثلا احنا مش هنجيب الملكة اليزابيث مثلا عندنا، يعني بصراحة ماما جايبالي صيني، هو بجد جميل جدا بس هو مش ذوقي قوي ومش حاساه عملي، يعني لاني خايفة عليه، هو غالي قوي، فانا خايفة بجد هيبقى كل مخي اللي هو ايه، يعني عارفين انا نفسي اعيش الحياة اللي هو البيت يبقى كوزي كده وليفد ان، واني ما بقاش خايفة قوي على حاجة بزيادة، يعني لو في داهية مش مشكلة، مش يبقى مثلا في اطفال ولا عازمة ناس وابقى متوترة جدا، ولو حد وقع حاجة كسرها اقول له فداك، بس جوايا ببقى بموت مثلا عشان الحاجة دي بجد غالية. انا عاملة شخصيا عاملة الليفينج، عاملين الليفينج يعني مش جايبين انتريه ولا صالون، جايبين ليفينج وهنعيش عليه والضيوف هيجوا يقعدوا عليه عادي جدا. فما الصراحة معترضة جدا جدا على الموضوع ده. انا شخصيا شايفة ان هي دي الطريقة اللي انا عايزة اعيش بيها. هي معترضة كمان انه طب ازاي انتوا الليفينج ده انتوا هتعيشوا فيه كل يوم وهتبهدلوه والضيوف هيجوا مش هيقعدوا على حاجة. انا بفكر اللي هو طب احنا ليه هنبهدله؟ احنا مثلا عندنا سفرة هناكل عليها، حتى لو كلنا قدام التلفزيون، احنا ناس بتشتغل وبتعمل حاجات مختلفة في حياتها وكده، فمش هنبقى قاعدين واكلين شاربين على الليفينج، يعني اكيد هنعيش هنعمل حاجات مختلفة، والناس هيزورونا ايه 10 مرات في السنة كلها. اتفضلوا اهلا وسهلا، يعني احنا هنخلي بالنا ان شاء الله من حاجتنا. يعني الهدوم البيتي الكتير الغير مبررة، اوكي انا معاكم برضو في الموضوع ده، خصوصا لو الشخص يعني لو مثلا العروسة هي مثلا حد كمان بيشتغل بينزل كل يوم، فليه تجيبي هدوم بيتي كتير؟ لو انا مثلا فريلانسر يعني عندي لبس هلبسه لو انا في البيت بس مش نايمه، يعني بيجامه مش بيجامه ومش لبس خروج قوي، يعني اللي هو اللبس كده ده ماشي ممكن البسه وانا بشتغل عادي، والبيجامات مثلا ماشي اوكي، فده هتبقى حاله شويه مبرره لللايف ستايل بتاعي ان يبقى عندي لبس يعني بيت كتير شويه. لكن اللبس البيت الكتير بزياده حاسه فعلا ملوش اي لازمه، حاجات كتير في المطبخ واعداد زياده مش مهمه انتل تخشي تكتشفي بنفسك. حاسه برضو الناس بتخاف قوي في موضوع الجهاز ده، بتحس اللي هو انا لازم ابقى داخله معايا كل حاجه. انا شخصيا حاسه اللي هو طب ليه ما يكونش ناقصني حاجات عادي وانزل اجيبها واحده واحده، بالعكس الواحد بيفرح اكتر بالحاجات اللي هو مثلا ان بيته يبقى الله الكورنر ده ناقصه حاجه، الله الحيطه دي ناقصها تابلو او حاجه. انا مثلا عشرت ده في اوضتي واحده واحده، ابتديت مثلا اغير السجاده بنفسي عشان السجاده مثلا بتاع الاهلي جايبينها مش عجباني، ابتديت مثلا اعلق الارت ورك مثلا واحده واحده، ابتديت اجيب حاجات خوص وهكذا يعني. فبقت اوضه كده على مر السنين، بس هي ما كانتش كده واستمتعت بكل مرحله لوحدها يعني. حلل السيراميك والجرانيت ملهمش لازمه، الستانلس كافي ووافي، اي ملايات ومفارش ستان وحشين. ما اقدرش اقول على الحلل حاجه لان انا مش خبره خالص، بطبخ بس مش يعني بطبخ كل يوم، فاللي هو عندي بقى خبره وكده. ملايات ومفارش ستان انا بصراحه ما بحبش الستان في الملايات، ده مش ستايلي يعني، وبحب القطن، فانا بنام على سرير مثلا وعارفه فبحب القطن. بس نوع بتقول عكس جيلي، شايفه ان النيش صغير مهم حتى لو مودرن محطوط في المطبخ. انا اتكلمت في الاول على النيش، فعلا انا مش شايفه انه غلط، بس شايفه ان التعميم في العادي غلط. التعميم في اي حاجه انه انا هجيب كده عشان كل الناس بتجيب كده، لا. ال500 فوطه ليه بجد؟ كل فوط دي احنا 2 بس، ما نجيب دلوقتي 4 بس، ولما
يفرفروا نجيب غيرهم. كل شويه الفيديو يقطع عشان مفيش ستورج، يعني مش عارفه اعمل ايه. النيش والبوفيه واللي فيهم، انا حاسه البوفيه مهم شويه، حاسه شكله بيبقى لذيذ. هو مش مهم قوي، بس حاسه شكله بيبقى لذيذ، وبيبقى برضو عملي ان هو مثلا لو عاملين عزومه او كده يتحط عليه كوبايات وحاجات، وجواه يبقى مثلا حاجات الاطباق والحاجات دي، يبقى سهل برضو ان احنا نطلعهم لو عندنا مثلا اكتر من مكان بنحط فيه الاطباق. طبعا هو مش مهم، بس هو aesthetically pleasing بالنسبه لي وكيوت كده. عارفين الحلل الكتيره، القماش الكتير، سواء ستاير او فوط او ملايات، انتيكات الكتير بتأذي العين بجد. واكيد النيش ده امر مسلم بيه. مكنة الفشار الفوط الكتير والكاسات الكتير، انا شايفة فعلا مكنة الفشار، مكنة غزل البنات، مكنة مش عارفة تحضير الجن والعفاريت، الحاجات دي كلها برضو لايف ستايل اوبشنز. يعني لو انا شخص مثلا باكل فشار كل يوم وعايزة مكنة فشار، لما اتجوز ممكن اجيبها. يعني احس اللي هو لا، انا مش هقدر اعيش غير بمكنة الفشار. مثلا احنا عندنا عصارة برتقان، مش بعصر كتير، يعني ساعات بجيب برتقان جاهز، وساعات بعصر لو اللي هو يلا يا ماما جيبي كده كام كيلو برتقان بلدي اعصر عشان افطر، بس حاجه مش اساسيه. في اللي هو مش هقفل راسي لو انا عايزه عصاره برتقان، دي حاجه يعني اللي هو ممكن اجيبها later on لو حسيت ان انا محتاجاها يعني. ونفس الكلام بقى زي ما قلت لكم بقى لما كانت الفشار والحاجات دي، اي حاجه انتي مش بتستخدميها في العادي وهتجيبيها بس عشان انتي هتتجوزي ولازم تجيبيها. الكاسات كفكرة عامة انا بحب الكاسات، شكلها كيوت، بحب الستايل ده، بس حاسة ان انا مش هقدم في الكاسات لكل الناس اللي هتجيلي. فاهمين قصدي؟ يعني احنا كجيل، يعني لما اصحابي يجولي، لما اصحاب مثلا مصطفى ييجوا كده، فكرة ان انا هقدم لهم في كاسات، في مخي اكني مثلا بقول لهم ايه، انتوا مش ويلكمد، او انتوا ضيوف قوي، او مش عارفه انا بقول ايه. يعني الموضوع مش كاجوال كده اللي هو صحابنا وبيتنا مفتوح ويلا وهنهانج مع بعض وهنتفرج على التلفزيون، لا، بحس اللي هو السيت اب صالون وحد قاعد بيشرب في كاسات، يعني فاهمين؟ فحاسه ان ماما هتبقى disappointed قوي بالحاجات اللي هي جايباها versus بيتي، يعني فاهمين؟ اللونجري بتاعت ليله الفرح التقليدي ده ملوش اي 60 لازمه والله، واي حاجات مريحه مش مريحه ملهاش لازمه، لانك بعد كده هتجيبي كل شويه. اصلا مش لازم اللبس المفروض يتجاب، هاتي اللي ترتاحي فيه. اللي بقوله لك ده خدت 600 خناقه بسببه مع امي عشان قررت اكسر كل قواعد الفرح. والله الخناقات دي ريليتابل جدا جدا. اللونجيري بتاع الفرح يعني سمعت اللي هو لازم ابيض ومش عارف ايه، برضو حاسه اي حاجه مش متاكدين منها جيبوا منها قليل يعني، وبعدين شوفوا انتوا بتستخدموها في اللايف ستايل بتاعكم ولا لا. يعني انا عامه قلت لاهلي انا بجد اي حاجه مش هستخدمها هبيعها، انا قلت لهم كده، او هديها لكم بقى وانتوا ايه شوفوا صرفوا فيها. بصراحه ما اتكسفتش يعني، عشان في ناس تقول لك ايه ما هم جايبين الحاجات دي وكده ما يصحش، ماشي، بس انا اللي هعيش مش هم برضو، يعني انا اللي هعيش في البيت ده بحاجته يعني. لبس البيت الكتير والميك اب الكتير. طب ليه ميك اب كتير؟ الميك اب اصلا ده برودكت بيبقى اكسبايرد، يعني بيبقى صلاحيته بتنتهي، فليه اجيب ميك اب كتير وانا مثلا في حاجات معينه بستخدمها يعني ريستوك وخلاص. يعني مثلا عندي ايلاينر، عندي ماسكارا، عندي بلاش، عندي اي شادو باليت. فكره بقى الاي شادو باليتس الكبيره، انا مش عارفه لسه العرسان دول بيعملوها لا، بس زمان وانا صغيره كنت دايما بشوف في البيوت بيجيبوا بقى اي شادو باليتس اللي هي بتتفتح بدراج دي. جماعه يعني هحط كام اي شادو بجد والله؟ الميك اب اللي انا بستخدمه خلاص، ولا اصلا جوزي هيقول عليا مثلا ما عنديش ميك اب؟ هو اصلا هيفرق معاه؟ واللي انا بعمله في وشي هو يعني اجيب بجد ميك اب ليه؟ اللي ناقصني اجيبه وخلاص. وبرده نفس الكلام برده في البارفانات، انا it doesn't make sense ان انا اقعد اجيب، يعني مثلا عندي 6 مثلا دلوقتي مثلا، يعني انا بضرب اي رقم، متهيألي انا عندي مثلا في الحدود دي. طيب انا اصلا البارفان الواحد هيخلص في قد ايه؟ اجيب ليه كتير تاني؟ ليه انا هحط كام رشه؟ يعني ماشي هحط وانا في البيت وهتزوق وكده، بس برضو يعني البارفان هيخلص في قد ايه يعني؟ وبادي سبلاشز بالهبل وفرش ليه كل ده؟ ليه بجد الكميات دي؟ طب يعني انا بالعكس، انا كل ما يبقى عندي في المعقول كل ما هفرح بالحاجات الجديده اللي انا محتاجاها لما اجيبها. كميه البشاكير والفوط المخيفه اللي ممكن تفتح لنا محل كامل، الالكترونيات الكتيره اللي بتيجي كلها مع بعض ككولكشن، اغلبها ما بنستخدمها. اتفق. يعني مثلا احنا في بيتنا هنا عندنا كيتشن ماشين، عباره عن قطعه كيتشن ماشين كبيره وقطعه تانية صغيره، بلس ان ماما جايبه كبه صغيره برضو. الصغيره دي دايما احنا اللي بنستخدمها، الكبيره دي دايما محطوطه ومحدش بيستخدمها. هي ماما بتقول انها بتستخدمها، بس بجد مش بشوفها بتستخدمها كتير يعني. فحاسه اللي هو
ليه الحاجات اللي مليانه قطع كتير ولو اني حاسه ان هم جايبين لي الحاجه ال 100 قطعه دي. بس انا بالنسبه لي اللي هو طب ليه اجيب حاجه بقطع كتير لو انا مش محتاجه؟ يعني لو انا مثلا بطبخ طبخ معين او بعمل حاجات معينه، مش عارفه يعني. الحاجات دي برضو اكيد الناس بتكتشفها بعد ما بتتجوز. يعني عبايه الجواز اللي بتقابلي بيها الضيوف، والنبي ايه عبايه الجواز اللي بقابل بيها الضيوف دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه عبايه اصلا؟ انا يعني لو انا مثلا مش بلبس عبايه، او انا لو انا عندي مثلا بلبس عبايات وبقابل بيها الضيوف، ما انا عندي عبايات ما البسهم. هو الضيوف حافظين لبسي ولا ايه؟ ولا لازم يشوفوا انها عروسه مثلا داخله بالريش بتاع نبيله عبيد؟ ما انا مش فاهمه برضو. لاونج وير مثلا نفهم انه لاونج وير هقابل بيه ضيوف، وبعدين هم الضيوف يعني ليه هجيب مثلا، يعني قولوا مثلا في عندي 10 زيارات بعد الجواز هيزوروني عشان يباركولي، ماشي، انا هجيب اطقم للزيارات دي ومش هلبسها تاني؟ مثلا هجيب اطقم للزيارات دي مخصوص ليه؟ يعني بجد ليه؟ ما انا عندي لبس، ما البس لبس خروج عادي في البيت يعني عادي واقابلهم بيه. يعني مفرش الابيض بتاع الليله والله مركون، مش عارفه اعمل فيه ايه، وكان غالي. مكنه الاسبريسو وانا ما بشربش قهوه، والاير فراير وانا ما بحبش طعم الاكل فيها، وشنطه المعالق اللي مش بنستخدمها. عامه مكنه الاسبريسو دي مثلا نفسي اجيبها جدا لان انا بحب القهوه وبشرب قهوه كل يوم، بس مثلا ممكن تستنوا عليها شويه لو مش معاكم فلوس. يعني مثلا انا بستخدم اللي هي الموكا بوت، والموكا بوت دي ارخص بكتير. فممكن لو انتي شخص مثلا بتشربي قهوه، او لو عندك مكنه قهوه في البيت اهلك ومحدش بيستخدمها غيرك، ممكن تاخدي حاجتك، يعني الحاجات معاكي. الاوضه مثلا لو في حاجه ممكن اخدها من اوضتي لبيتي، او لو في اي حاجه قديمه انا بتاعتي انا محتاجاها اخدها لبيتي. مش لازم كل حاجه تبقى جديده، عادي يعني اوفر عن نفسي. ما استفدتش من الميكرويف خالص، مش بحب افك فيه اللحوم عشان مش صحي. مش بسخن اكل عشان اصح يتسخن على النار. اوكي يعني مثلا لو هي قاعده في بيت ما فيهوش مايكرويف، انا فيها صاحبتي ما عندهمش مايكرويف وبيسخنوا كل حاجه في الفرن وعايشه حياتها ومش حاسه ان ناقصها حاجه. انا طول عمرنا عندنا مايكرويف، فحاسه لا انا محتاجاه وبسخن فيه كل حاجه. فكل واحد واللايف ستايل بتاعه، مش لازم عشان عروسه تجيب مايكرويف. الاير فراير احنا عندنا اير فراير الصراحه مش بنستخدمها كتير يعني، بس ماما بتعمل فيها حاجات، وانا شخص يعني عايزه يعني اطبخ هيلثي اكتر فجايباها. وصحابي الحقيقه اللي متجوزين بيقولوا انها مهمه برضو، فهريبورت ليكوا الموضوع ده لما اتجوز ان شاء الله. العجان في حاله اننا بنشتري مخبوزات من بره. تخيلوا مثلا كده ايه، واحده بتشتغل شغلانه من 9 ل5 وبتيجي من الشغل هلكانه يا دوبك هتطبخ بالعافيه، او واحده اصلا ما بتطبخش تجيب عجان ليه مثلا، او واحده مش بتخبز او كده. يعني حاجه بصراحه ملهاش اي لازمه لو انا مش بستخدمها. طقم مخصوص للكاكاو، وكل ده بيبقى في النيش للضيوف بس، وانا استخدم كوبايات واطباق عاديه. يعني what are the odds؟ يعني تخيلوا كده ضيوف هيجولنا في عز الشتاء وهيطلبوا كاكاو وانا عندي طقم الكاكاو. او مثلا في ناس قالت طقم اللي هو السمك ده. انا عامه ماما عندها طقم كده كيوت قوي على شكل سمك، ده المفروض للسمك يعني، بس طبعا مش بناكل فيه. انا فاكره مثلا ممكن نكون كلنا فيه في حياتنا 3-4 مرات. هي ساعات بتطلعوا كمان للفسيخ والرنجه، بيبقى كيوت قوي. بس الصراحه يعني زي ما قلت لكم، يعني امي الصراحه بتستخدم حاجتها فما اقدرش الومها يعني. بس فعلا طقم للجيلي، طقم للكاكاو، طقم للسمك. الجيلي هيقول حاجه لو حطيناه في بولات، والكاكاو هيقول حاجه لو حطيناه في مجات. يعني النيش طبعا وبقى موضه قديمه. if you can own it. يعني لو انتي يعني ده الستايل بتاعك النيش، اعملي نيش، ملكيش دعوه بحد. انك تشتري من كل حاجه كتير قوي شيء ملوش لازمه اطلاقا. هاتي من كل حاجه بسيط وعملي واللي تحسي ببهجته وانتي بتستخدميه. بعد الجواز هتلاقي نفسك لما تحتاجي حاجه وتجيبيها بتفرحي اكتر مليون مره. ده اللي كنت بتكلم عليه. ما جبتش صالون، ما جبتش غسالة اطباق ومايكرويف. في واحده كاتبه الجواز نفسه يا بنتي صدقيني. في واحده كانت كاتبه كمان اوضه الاطفال. برضو يا جماعه نو جادجمنت والله العظيم، بس ليه نجيب اوضه اطفال قبل ما اصلا يعني نقرر احنا هنخلف امتى ولا اي حاجه؟ يعني ليه نتعب نفسنا وجبنا ونبهدل اهالينا وخطابنا ونصرف فلوس؟ ليه اوضه اطفال؟ ليه بجد؟ اوكي يا جماعه احنا ممكن نقفل الفيديو عن هنا، لان الكلام هو بجد كتير قوي، بس اعتقد انه كلهم كاتبين نفس الحاجه. انا حاسه انا بقى عايزه ادرس الكلام ده كويس قوي، بس يعني انا خلاص ماما اشتريت لي من زمان يعني، خلاص اللي حصل. بس اتمنى يكون الفيديو ده يعني ملهم لناس كتير، ان هي ما تشتريش وخلاص، ان هي تفرح وتشتري اللي هي عايزاه لو هي عايزاه، بس كله بعقل وحكمه، وتشوف فعلا اللايف ستايل بتاعها وما تقلدش حد. لان احنا دلوقتي اختلفنا، يعني الجيل بتاعنا اختلف والعصر بتاعنا اختلف، وكل الناس عايشه حياه مختلفه.
فانت فكر ايه الحياه اللي انت نفسك تعيشها، وما تخليش الشراء هو اللي يسيطر على حاجه زي كده يعني. بس يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني، وباي باي.